ثانك، هفضل اقولها دي، ثانك يو نيكست. ركز معايا الله يبارك. ثانك يو نيكست يعني ايه ثانك يو نيكست؟ او السعي. السعي انا دايما لما كان بيحصل لي مصيبه او يحصل لا قدر الله ابتلاء كبير ما كنتش بتقفل وايأس، لا 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 لا، كنت بكمل معافره. بتكمل في ايه؟ ما الدنيا باظت، هكمل معافره. إيه انت بتعمل ده ليه؟ ما عادش اللازمه دلوقتي، هفضل اتحرك، مش هقعد ايدي على خدي. بتسعى ليه؟ ما الدنيا شكلها مضلمه وملهاش ملامح، ما هكمل. السعي. ويعني ايه ثانك يو نيكست؟ قلتها قبل كده وهفضل اقولها طول عمري. لما يتقفل من حاجه معينه او يتقفل لك باب معين، سواء باب اشخاص او باب رزق او باب شغل او باب اي باب في حياتك انت شايف انه اتقفل، او يكون عندك ابتلاء شويه، قوم راكنه في جنب كده، شكرا، ها اللي بعده. اشخاص طلعوا مش وحشين وانصدمت، ثانك يو نيكست، شكرا، اللي بعده. وظيفه ما حصلكش فيها نصيب او ما كنتش كويس فيها او ثانك يو اللي بعده. المهم اوعى تنسى دي، ثانك يو نيكست. واهم حاجه السعي. السعي بتلاقي ربنا بيعوضك اضعاف اضعاف اللي فقدته. السعي اللي بيميزك من غيرك، وطول النفس اللي بيوصلك عن غيرك. في ناس بتعمل شويه ويهبطوا، لا بيوصلوا في ثانويه ولا في جامعه ولا في شغل ولا في حياه. ده حتى لما تتجوز بعدين انت وهي، بتلاقي حتى الحياه الاسريه في البيت عايز سعي ومجهود عشان يكون في استقرار ويكون في البيت كويس. بين صحابك بيبقى في سعي ومجهود عشان تحافظ عليه، ها. باي حاجه يعني، حتى العلاقات الانسانيه وصله رحمك الى اخره عايزه سعي ومجهود. فاللي بيفرق ان حد ناجح قوي في دي، او ربنا كرمه قوي في ده، او مظبط حياته الاجتماعيه قوي، او مظبط حياته الاسريه قوي، او مظبط حياته المهنيه قوي، او مظبط حياته الماديه قوي. اللي بيفرق كل دول، واحد ناجح في كل دول عن حد تاني، هو الاستمرار في السعي. ان في حد بيحاول ويتقفل، وبرضه واحد تاني اللي بينجح في كل دول بيكون حاول ووقع كتير بس بيتقفلش، بيكون محبط ومكسور ومتضايق بس بيستعين ربنا ويكمل. مهما كانت حالتك النفسيه اهم حاجه الاستمراريه. مهما كانت حالتك النفسيه اهم حاجه الاستمراريه. دي الخلاصه. قانون الجيو او قاعده الجيو في الحياه 2 صاد وواحده سين. مهما كان سنك، مهما كان البوزيشن بتاعك، مهما كان الموضوع في شغل ولا في دراسه ولا في علاقات اجتماعيه ولا في اهل ولا في اصحاب ولا في ايه، مهما كان هم دي مفيش غيرها. 2 صاد واحد سين. اعمل دايما الصح، ما تعملش حاجه غلط. بيبقى الغلط اسهل بس اختار الصح دايما، حتى لو هيخسرك كتير، حتى لو هيخسرك حاجات كتير جدا، بس هيكسبك نفسك مش هيخسرك نفسك. فدايما اختار الصح. تاني حاجه الصبر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا إن الله مع الصابرين. ما يكفكش ولا يكفيكي إن ربنا يكون معاك. وأهم حاجة الصبر. مش الصبر بس عند الابتلاء ولا عند المصيبة، الصبر على الصح، الصبر على العبادة، الصبر على المذاكرة، الصبر على الشغل، الصبر على المعافرة، الصبر لحد ما أوصل. حتى لو ملهاش ملامح خالص بتلاقي ربنا فرجها مرة واحدة. بعدين الفرق بين اللي بيوصل واللي بيوصلش الصبر. وطبعا عوض في الدنيا وعوض في الآخرة. حتى لو صبرت غير ربنا بعوضك خير في الدنيا في الآخرة. آخر حاجة السعي. السعي دايما تسعى، يعني اهم حاجه الاستمراريه مهما كانت حالتك النفسيه. المعادله ده اهي تؤدي الى حاجه مهمه. رقم 1 رضا ربك عليك لانك عملت صح وصبرت ودايما بتسعى. واهم حاجه رضاك عن نفسك. مهم. هتلاقي في نهايه الطريق بعد مشوار طويل انت الى حد كبير يا رب انا عملت اللي عليا، انا راضي عن نفسي. ليه؟ ما انا عملت الصح، ما عملتش حاجه غلط، صبرت بكل انواع الصبر وسعيت وكملت. مش مهم النتيجه بقى. اكبر نتيجه واكبر جايزه واكبر نجاح في الحياه انك تكسب نفسك. اكتر حاجه ممكن تخسرها في حياتك انك تخسر نفسك. اوعى تنسى دي. المعادله دي كلها عشان تكسب رضا ربك ورضاك عن نفسك، غير كل النجاحات وكل الجمدان وكل العوض وكل الكرم من ربنا في الدنيا وفي الاخره. تخليك جامد حديد، تخليك جبل، تخليك تعدي اي حاجه، تخليك راضي عن نفسك. وربنا يعني ايه سيرزقكم السعاده والتيسير ويعينكم عليها، لانها مش سهل انك تحققها. المعادله دي مش اي حد يحققها. المعادله دي بتيجي بالمعافره وتيجي بالتدريب، فدربوا نفسكم عليها. نصيحه مهمه من حياه الجيو، قانون مهم بطبقه، اسمعوا للاخر، ما تستخسرش في نفسك النصيحه. ربنا يرضيكم وربنا ييسر اموركم ويسعد قلوبكم، حقق احلامكم وفرج همومكم. امين امين يا رب العالمين. اوعى تنسى عافر حلمك يستاهل، وما تنساش قاعده الجيو.